بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها أحداث المغرب. كما نعلم حضراتكم، المغرب بيشهد مظاهرات احتجاجية شملت تدمير بعض سيارات الشرطة. شباب مغربي من سن 18 عاما أو 15 عاما إلى 30 عاما نزل في الشوارع في المدن الكبرى، الدار البيضاء، الرباط وغيرها من المدن. بعض السيارات الشرطة احترقت، تم إحراق أحد المباني كذلك. هنا اشتباكات للشرطة، المسألة مستمرة منذ أسبوع. الشرطة المغربية ألقت القبض على بعض المحتجين. هناك مطالب المنظمون أو المتظاهرون كتبوها على لوحات جرى اختراقها الخاصة بكأس العالم، أنه تحسين الصحة، المستشفيات، تحسين التعليم والإنسانية. نركز طبعا على كلمة الإنسانية والمحاسبة. طبعا كلها كما تشاهدون مطالب اجتماعية ليس لها أي علاقة بالإسلام أو الهوية الإسلامية على الإطلاق. والمظاهرات حدثت اشتباكات بين الشرطة المغربية وبين المتظاهرين، والمظاهرات أحيانا تزيد وأحيانا تنحصر. هنا حضراتكم احنا لازم كي نعرف ماذا يحدث لازم نشخص الأوضاع، ثم بعد ذلك نعطي المستقبل ماذا سيحدث في هذه المظاهرات. هل ستؤدي إلى سقوط الحكومة المغربية أم إلى بقاء الأوضاع على ما هي عليه؟